افوت بس الجمله بتاعت ان هو الوحيد يعني اللي عمل كتابه من الريف مش عن الريف، لان في كتب وفي كتابه من قلب الريف كتيره جدا وانا معترضه على لا 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 ما حدش فينا بيقرا كل حاجه. لا لا انا هو اللي وصلنا لانه مش عشان حاجه، عشان انا مش مفروض ان انا اسيب عباره زي دي تعدي كمجامله واظلم فيها اجيال من الكتاب. لا انا فاهماك يعني، انا بس بوجه له الكلام وده ملوش علاقه يعني احنا ممكن نتناقش بعد المادة. نتناقش في المساله دي. اتفضلي يا استاذه الشاعره والكاتبه الروائيه لو سمحت. روائيه لا مؤخرا. ماشي معلش خلينا نتكلم معاك. طيب، إن أكثر الأشياء دهشة أن يلعب الكاتب في المنطقة الرمادية من نفس الإنسان. هذه المنطقة لا تعرف فيها أين تكمن الحقيقة وأين مواضع الخيال. فبينما يقول لك الكاتب كل هذه القصص من خيال المؤلف، يدهشك أن أول قصة له باسم عاطف محمد، وثالث قصة يتحدث فيها أنه شغال استشاري نظم ومعلومات. في الوقت نفسه بينما يقول لك لا تبحث عن هذه القرية على خرائط جوجل، إلا أنه أشار في قصة فوزية معذرة إلى قبر والدته، وهذا ما اكتشفته صدفة يعني من خلال الخرائط. طيب، يكتب دكتور عاطف بآليات الحداثة ويستخدم مفردات متناقضة، إما شديدة المحلية أو تكنولوجية شديدة الحداثة. فمثلا يقول المجخ، طبلية، مصطبة، بوابير، جاز. في التكنولوجيا يقول يوتيوب وفيسبوك، راوتر، بث مباشر، فودافون كاش، انستا باي، واتساب، وباور بانك، وباقة نت. البناء القصصي في المجموعة هو كتغير وتطور البناء البيوت داخل القرية. فكما بدأت البيوت في الزمن الماضي بالطين، ثم تطورت للطوب، ثم أضافوا عليها أشياء أخرى، أيضا تطور القصص هنا بنفس الطريقة. الفقد أراه هنا هو تيمة العمل في المجموعة القصصية. فعلى المستوى الشخصي لقد فقد الكاتب أخاه، وهو بالنسبة له خسارة روحي. أقول أو يعني استخدمت هذه العبارة وجدتها، يقولون إن الراحلين في وقت مبكر هم الناجون من قسوة الحياة. وهذا ما أسميته الفقد، ما بين الفقد الواقعي والفقد المحتمل. إن عالمه بدأ من حيث فقد أحمد أخوه، الأخ الذي رحل من الحكاية الذي رحل وظلت الحكاية في صدره، لا يدري لمن بعد فقده سيحكيها، حتى جاءت لحظة البوح وصار لزاما أن يقول كل شيء، فأهداه كل الحكاية التي غابت عنه بعد موته، حين قال إلى أخي أحمد: رحلت يا صديقي وتركت كل الحكاية في صدري وحيدا. ثم بعد المستوى الشخصي الذي تحدث عنه في الفقد، انتقل الفقد لمستوى آخر، وهو مستوى الملمح الخاص بالقرية. ففقد ملامح القرية المعتادة، ثم فقد العواطف الحقيقية، ثم فقد قيمة التسامح، كلها اندرجت داخل المجموعة القصصية من خلال قصص مختلفة. هذا البناء المدهش في العمل، رغم أنه يتمحور حول الفقد الإنساني أو المجتمعي، إلا أنه لا ينسى أن ينبئنا عن فكرة مستقبلية أو أسميتها استشرافية، وهي التكنولوجيا التي نتشبث بها هي أيضا مصيرها للفناء أو الموت كما كل الأشياء. وهذا من خلال قصة مفرمة الموبايلات القديمة.
أيضا أن الفقير المتعارف عليه في قصصنا ورواياتنا القديمة لم يعد موجودا في وقتنا الحالي، وتطوره حتى في العصر الحالي هو مجرد تطور زائف. الكاتب نكأ جراح البشر من خلال عدة نقاط رصدتها. أولا، الذين تخلوا عن مشاعرهم القديمة والتي كانت حقيقية، ففي قصة ورد يرسلون ورودا وهمية بينما البلد ليس بها مشتى الورد. في الذين عاشوا مقهورين دون لحظة صارخة، في قصة سميضة فقد كان كتوما طوال حياته قليل الشكوى، جاء إلى الدنيا ورحل عنها ولم يعرف أن البرح كان على قرب نمرتين زيادة في حذائه الضيق. أيضا نكأ جراح البشر في الذين وجدوا جراحا يتحمل مخلفاتهم. من خلال قصة مفرمة الموبايلات القديمة يقول تطفو على مياه المجاري في المصرف كل أحاديث الإنبوكس والصور المعدلة بالفلاتر وتلقيح الناس على بعضهم على الفيسبوك. أخيراً، في الذين تجردوا من إنسانيتهم، كما قال في قصة العصعص، يقول: لقد طحنت عظام العصعص وأحرقتها حتى لا أرى من رحلوا يوم القيامة. إلى هذا الحد وصل الفقد الإنساني، فقدنا كل شيء، حتى فقدنا مش دنيا بل للآخرة. أنا بشكرك على المجموعة القصية وأتمنى لك دايما التألق. شكرا جزيلا. حضرتك تحب تتكلم؟ ممكن كده.